حريق وانفجار ضخم يهز عمارة سكنية بالجزائر، بحيث 3100 بلدية وادي تليلات تابعة لولاية وهران. أدى حريق نشب في عدادات الكهرباء إلى وصول الحريق إلى شقة سكنية، فكان انفجار بسبب الغاز. أدى إلى انهيار أجزاء من العمارة السكنية، وإصابات قدرت ب 23 إصابة، بمن فيها معظمهم من سكان العمارة وكذلك أعوان الحماية المدنية والشرطيين. نقلوا هذه الإصابات إلى المستشفيات، مستشفى وادي سليلات، في حين باشرت السلطات الجزائرية التحقيقات لكشف ملابسات الحقيقية لهذا الحريق والانفجار الذي كان هائلا وقويا لدرجة أن أجزاء من العمارة انهارت. شاف الله كل الإصابات. كان الحادث مساء أمس السبت 11 يوليو 2026.